بص يا نجم، العيد جاي والاكل هيجي معاه من كل الاتجاهات، فتة لحمة وكل حاجة طبعا في الخروجات. يعني بصراحة صعب تقول لا. بس هل معنى كده نرمي الدايت في الزبالة؟ لا طبعا، انا كابتن محمد أمن، واللي هقوله لك دلوقتي هينقذك من كوارث العيد. يلا بينا. لو اكلت لحمة كتير اشرب مية كتير بعديها وانشي شوية حتى جوه البيت. كلت فتة تقيلة مش مشكلة، خف الوجبة اللي بعدها وخليها زبادي وخضار. نفسك في بيبسي؟ خد لك بيبسي دايت، بس بعدها عوض بميه او شاي اخضر. واوعى تنام بعد الاكل، امشي اتحرك اغسل اللعالق حتى. وافتكر، مش المهم انك تلخبط، المهم انك تعرف ترجع تاني وتقلل الضرر. جسمك محتاج منك ذكاء مش مثالية. لو عجبك الكلام ده وعايز تعرف اكتر عن ازاي تستمتع وتخس في نفس الوقت، اشترك في القناة وفعل الجرس، عشان ده المكان اللي هتتعلم فيه تعيش بصحة من غير عقل. كل سنة وانتوا طيبين.